لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ. سؤال وجواب مع محمد المصري. نبدأ يا محمد. في أي يوم من الأيام الأسبوع نزل القرآن الكريم؟ يوم الاثنين. الاثنين، أحسنت. السؤال التالي: في أي شهر نزل القرآن الكريم؟ شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أحسنت. السؤال التالي: في أي مكان نزلت أول آية في القرآن الكريم يا محمد؟ غار حراء. غار حراء، أحسنت. السؤال التالي: في كم سنة تم إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عام. 23 عاما، أحسنت. السؤال التالي: كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114. 114 سورة، أحسنت. السؤال التالي: كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ 60 حزب في القرآن الكريم. أحسنت، 60 حزبا في القرآن الكريم. السؤال التالي: كم عدد السجدات الموجودة في القرآن الكريم؟ 15 سجدة في القرآن الكريم. 15 سجدة في القرآن، أحسنت يا محمد. السؤال التالي: ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة في القرآن الكريم. أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. سورة البقرة، أحسنت. السؤال التالي: ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟ آية الدين في القرآن آية الدين، الكريم. أحسنت يا محمد. السؤال التالي: وما هي أعظم آية في القرآن الكريم يا محمد؟ آية الكرسي. آية الكرسي، أحسنت يا محمد. السؤال التالي: وما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي: وما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ سورة الفاتحة. فاتحة الكتاب. السؤال التالي: وما هي السورة القرآنية التي تشفع لمن قرأها؟ سورة الملك في القرآن الكريم. سورة الملك تشفع لمن يقرأها. السؤال التالي: ما هي السورة التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن. السؤال التالي: ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ سورة النمل. سورة النمل، أحسنت يا محمد. السؤال التالي: ما هي السورة التي وردت فيها سجدتين؟ سورة الحج. سورة الحج، أحسنت. سورة إيش يا محمد؟ الحج. سورة الحج. السؤال التالي: سورتان تأتيان يوم القيامة لتظل المداوم على قراءتهما، فما هما يا محمد؟ سورة البقرة وسورة آل عمران. وسورة آل عمران. البقرة وآل عمران، أحسنت. أكمل هذا الحديث يا محمد. حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه المؤمنين على القرآن الكريم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا حديث يدل على المداومة للقرآن الكريم أن يتعاهده المؤمنين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. بعشر أمثالها، أحسنت. وهذا كان آخر سؤال ختاما لهذه المسابقة، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.